السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي كل شيء يكون على خير وبخير. اليوم ان شاء الله وكيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم ملوي. ملوي معمر. واحد العماره زوينه بزاف، كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها. غادي نبداو بسم الله. وكيف ما كتشوفوا معايا عندنا جوج بيبنات ديال الفورص مع نص جبانيه ديال فينو. درت معاهم واحد المعلقه ديال الملحه بطبيعه الحال، ومعلقه كبيره ديال سنيده وخماره. كنحاولوا نجمعوا العجينه من الماء بالماء ديال الروبيني. ما تكونش العجينه شويه قاصحه وما تكونش مرخوفه، تكون بين وبين. كيف ما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا. غنديروها في البلاستيك كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخليوها ان شاء الله ترتاح المده اللي تقدروا عليها بطبيعه الحال. وغادي نبداو بسم الله. وكيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاولوا نديروها على هذا الشكل هذا، كويرات صغار بطبيعه الحال. القياس اللي يعجبكم، وغادي نخليهم حتى هما يرتاحوا بطبيعه الحال، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. وغادي ندوزو ان شاء الله للعماره اللي غادي نعمروا بها الملوي ديالنا. وكيف ما كتشوفوا معايا خديت زيتون كحل اللي قطعته على هذا الشكل هذا، من الاحسن ما نطحنوش ونزيدوا عليه. كيف ما كتشوفوا معايا انا اختاريت الجبن. كيف ما يمكن لكم تختاروا الجبن ولا الفرماج ولا اللي تشهيتو، ماشي مشكل. درت كيف ما كتشوفوا معايا القياس اللي غادي يكفيني بطبيعه الحال. درت شويه ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي زوين بزاف بزاف وبنين. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوها. خديت جبانيه اللي درت فيها القياس اللي غادي يكفيني بطبيعه الحال ديال فينو، ودرت معاها نص خماره ومعلقه كبيره ديال مايزينا. الا ما كانتش مايزينا تقدروا تستعملوا معلقه ديال الدقيق. وكيف ما كتشوفوا معايا درت جبانيه ديال الزيت وجبانيه ديال الزبده اللي ذوبتها. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنبسط في العجينه على هذا الشكل هذا. في الاول درت شويه ديال الزبده، من بعد درت بطبيعه الحال شويه ديال الفينو اللي درت معاه خماره ومايزينا. باش كندير الزيتون. كيف ما كتشوفوا معايا كنديروا هذه الطريقه كتجي زوينه بزاف، باش الا كان الزيتون طلق لينا الماء ولا جبن طلق لينا الماء ديالو، كنكونوا ديجا درنا فينو اللي غادي يشرب لينا بطبيعه الحال الماء. كندوزو كيف ما كتشوفوا معايا كنطويو هاد الشكل ديال الملوي اللي كيجي ساهل بزاف بزاف. وكيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطريقه هذه. كتجمعوا العجينه بهذا الشكل هذا و كتخليوها مرخوفه، ما تحاولوش تجمعوا بزاف الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا. وكنبداو نجروا العجينه على هذا الشكل هذا. وكنبداو نطويو كيف ما كتشوفوا معايا بشويه بشويه حتى كتجينا على هذا الشكل هذا. كنبداو نبسطو بالزيت بطبيعه الحال، وكنبداو نطيبو في المقله اللي تكون سخونه بطبيعه الحال. كنبداو نقلبو في المسمن ديالنا باش يتنفخ لينا بطبيعه الحال. وكيجي على هذا الشكل هذا محمر وزوين، تبارك الله واحد الريحه اللي كتعطي رائعه ديال الزيتون مع الزعتر مع الجبن. صراحه صراحه كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الملوي هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا كما قلت لكم كنحاولوا نقلبوا المسمن ديالنا بجويه كاملين باش يتحمر لينا على هذا الشكل هذا. وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وكيف ما كنقول لكم دائما بالصحه والراحه.